السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في مطبخ شيماء الغربوية. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم واحد العصير ساهل كيعطيك الطاقة في رمضان، بالاخص الناس اللي عندهم فقر الدم. عندي واحد حبة ديال الخيزو، من الافضل يكون رقيق، وواحد حبة ديال الباربة، حبة كبيرة اولا جوج حبات صغار. غادا نقطعهم حتى هما. خيزو والباربة ديالي راهم خضرين، ما سلقتهم ما والو. غادا نقطعهم. عندي جوج ليمونات متوسطين، حتى هما غادا نقطعهم بنفس الطريقة. نحاول نحيد ليهم غير داك الخيط اللي كيكون في الوسط، ونقطعهم ونشوف الا فيهم شي عظام، حتى هما نحيدهم ليهم. صافي غادا نقطعو غير بهاد الطريقة، نشوف الا فيهم العظام ضروري نحيدهم ليهم باش ما يعطيناش داك العظام المرورة في العصير ديالنا. نتأكد ان ما بقاوش، وغادا ندير هادشي كامل في الخلاط. من الافضل يكون الكاس ديال العصير ديالنا كيطحن مزيان. غادا نضيف واحد كاس ديال الماء مع عادي من الروبيني. غنضيف واحد شويه السكر. بالنسبه للسكر اختياري، تقدري ما ديريهش. انا حيت كتشربوا معايا بنتي خصني ضروري نضيف شويه الحلاوه باش تشربوا ليا. وغادا نطحن هاد الخليط كامل. في الاول نحاول ما نضيفش الماء بزاف باش تطحن ليا مزيان. ناخذ واحد الشبيكه باش نصفيه، باش هذوك الشوائب ديال الليمون يحيدوا لينا. وغادا ناخذ واحد نص كاس ديال الماء واحد اخر، وغادا نخويه في داك الكاس العصير، ونعاود نخويه فوق الشبيكه، ونصفي كل شيء. من بعد ما صفيته ها كيفاش كيخرج. نحاول نحيد هاد شويه الرغوه اللي كتكون مكونه الفوق، غير شويه. صراحه هاد العصير كيجي زوين وانا نافعني. شوفوا شكل العصير كيفاش كيجي خاتر وكيجي زوين، وما كيجيش المذاق ديالو خايب اللي ما تقدريش تشربيه. وبالصحه والراحه، وما تنساوش تدعموا القناه ديالي الا عجبتكم وصفات اليوم. شكرا.